النجم المغربي ياسين بونو يتسبب لمدرب إشبيلية الجديد في ورطة كبيرة، وإليكم التفاصيل. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديدنا. يتجه المدرب الجديد لنادي إشبيلية الإسباني لويس إلى الاستمرار في الاعتماد على الحارس الصربي ماركو على حساب الحارس المغربي ياسين بونو. وكشفت التقارير الإعلامية الإسباني أن المدرب الجديد لنادي إشبيلية ينوي الدفع بماركو كحارس أساسي للنادي، وخاصة بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة الأخيرة، وفي المقابل الإبقاء على بونو في دكة الاحتياط. وفق ذات التقارير فإن الإدارة الإشبيلية لم يعجبها قرار إبقاء على بونو في دكة الاحتياط بالنظر لكونه متوج بجائزة أفضل حارس للموسم الماضي، وبالإضافة إلى أنه قدم تضحيات كبيرة للنادي ومساعدته على عدم الهبوط لدوري الإسباني الدرجة الثانية. كان المدرب الجديد لنادي إشبيلية قد قرر الاعتماد على الحارس الصربي ماركو الذي سبق أن جاوره في عدة مباريات مع فريقه السابق الذي كان مدربا له، كما اعتمد عليه في أول مباراة يقودها مع نادي إشبيلية، لتكون بذلك هي المرة الأولى التي يجلس فيها بونو في دكة الاحتياط بعد سنوات قضاها مع نادي إشبيلية كحارس أساسي. وفي النهاية إذا أعجبك الفيديو فاترك لنا إعجابا، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك دائما كل جديدنا.